السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناه. وان شاء الله نوجد معكم حلوه درشموند بالطريقه ديالي سهله وكتجي غزاله بزاف. قبل ما ندوزو للتحضير والمقادير، كنرحب بالناس اللي شاركوا جدادين واللي كانوا مشتركين من البدايه القناه. الف مرحبا بكم كاملين، شكرا لكم بزاف. خليو واحد اللايك الا عجبكم الفيديو ما نساوش، وخليو التعليق، الراي ديالكم كيهمني. ويلا نبداو بسم الله. عندي هنايا القصريه فاش غادي نخلط، وغندير البيض. عندي هنا 4 ديال البيضات اللي كيكونوا عندنا مخرجين من الثلاجه من قبل. وغندير كاس ديال السكر حبيبات. الكاس العنبه هو اللي عبرت به كما كتشوفوا معايا. وهنا عندي 2 ساشيات ديال السكر بنكهه فانيلا. المهم نكهو باش ما بغينا. وغادي نخلط مزيان هاد البيض وهاد السكر. المهم خلطوا بيدينا. انا درت هاد الطرب اليدوي هكا كيتسهل علينا شويه. كنخلطو مزيان. وغنزيد هنا الزيت العاديه. عندي 2 كيسان ديال الزيت. غادي نزيد الكاس العنبه هو اللي كنعبر به. وغادي نخلطو، غنزيدو نخلطو مزيان حتى يدخل لينا هاد الزيت في هذوك المكونات اللي درنا في الاول. غنزيد قبيصه ديال الملح كتقدد لينا الذوق، كتجبنا الحلوه ديالنا لذيذه. وغنزيد كاس ديال الياغوت. وغادي نخلط مزيان. هنايا عندي دقيق فينو اللي طحنته في مونينكس باش زاد رطب ليا. دابا غندير معكم بالكاس، غنديروا 3 ديال الكيسان. وغنكمل بالدقيق ممتاز ديال الحلويات. كنخلطو مزيان. المهم الدقيق كنديروا دفعات هكا غير شويه بشويه باش نحصلوا على القوام اللي حنا باغين. وهاد الكاس اللي غادي نزيد، ولا هاد الدقيق اللي غنزيد ديال هاد الدقيق ممتاز ديال الحلويات. الكاس الاول عندي فيه 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات من الوزن 7 غرام في الوحده، من المجموع 14 غرام. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. العجينه ديالنا كتبقى رطبه باش تجينا الحلوه ديالنا هشيشه غزاله بزاف. ما كنقصحوهاش. هزت ليا 3 الكيسان ديال الدقيق فينو ودقيق ممتاز ديال الحلويات. 4 ديال الكيسان. غير هما الكيسان ما كنكون نعمر الدقيق هكا في الكاس، ما كنضغطوش عليه، كنعمروه بالمعلقه هكا وكنخلي الكاس كيكون عندنا ممسوح باش كيجينا القوام ديال الحلوه ديالنا غزال بزاف. اللاطه اللي غتدخل الفرن درت فيها الورق ديال الطبخ. وغادي نشكل كويرات على هذه الطريقه هذه. وغادي نشكلها كامله على هذه الطريقه هذه. المهم كنكوروها كيف كتشوفوا معايا. وغادي نحط في اللاطه. المهم نسالي كلشي ونرجع معكم. رجعت معكم بعد ما شكلتها كيما كتشوفوا معايا. الفرن كيكون عندي كيسخن من قبل على نار مهيله. عاد ندخل اللاطه ديالي للوسط ديال الفرن ونخليها طيب على خطره باش تدنا داك الشكل اللي غزل. وطبشي هكا مزروبه صافي. عاد نسالي العجين اللي تبقى ليا طيب كلشي ونرجع معكم. رجعت معكم بعد ما طيبت كلشي كما كتشوفوا معايا. كتجي غزال بزاف. ما كنحمروهاش باش ما نديروها في الكوك يجينا فيها داك الشكل اللي غزال. انا كنقرب لكم راه طيبه ولكن ما كنحمروهاش. وانت يبقى لك الاختيار. المهم الا خليتها على هاد القياس هذا كتجي النتيجه غزاله. وحتى اللاطه الاخرى خليتها بحال هادي. وحتى هاد اللاطه هادي ما حمرتش. كنقرب لكم يعني طيبه ولكن ما محمراش، شي حاجه غزاله. هنا عندي واحد الزلافه كبيره باش نحط فيها الحلوه ديالي. غنديروا عليها المربى باش نخدموا في خاطرنا هكذايا. غادي نحط هنايا غير النص في هاد الحلوه. وغادي نخدموا شويه شويه. هنا عندي المربى ديال المشمش. هذيك اللي كتكون خفيفه ماشي اللي كتكون ثقيله باش تدخل لينا في الحلوه وتجينا سهله في الخدمه. غادي نخويها على هذه الحلوه ديالي. المربى راه هي بارده وحتى الحلوه بارده باش تجينا النتيجه غزاله بزاف. صافي غنخليها واحد 4 دقائق ولا 5 صافي. وعاد نرجعوا نحيدوها نديروها بالكوك. صافي الحلوه راه هي تعلكت في هذا المربى كما كتشوفوا معايا. هنا عندي الكوك وكنهز على الطريقه هذه. كندير هاد الشوكه كما كتشوفوا معايا. كندير 2 كنضغط واحد شويه وكنحط في الكوك. راه ساهله بزاف. وكندوز في الكوك على هاد الطريقه هذه وكنحط في واحد الطبسيله يعني سهله وكتجي غزاله بزاف. صافي نمشي على هاد الطريقه حتى غنسالي كلشي وغادي نرجع معكم.
رجعت معكم الشكل النهائي. غادي نقطع لكم كيفاش جات من الداخل. الا بغينا نحتفظوا بها كنديروها في واحد البواطه نسدوا عليها مزيان وكنديروها في الثلاجه غير في الشبكه، ما كنديروها شي في المجمد وكتبقى غزاله. هذا هو القوام اللي كتجي عليه، كتجي هشيشه معلكه، شي حاجه رائعه. بالصحه والراحه. الا عجبكم الفيديو خليو واحد اللايك ما نسوش. بالسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.